من أهم الموضوعات اللي بنتسأل عليها في الفترة الأخيرة هي نزيف اللثة. إيه سببه وليه على طول متكرر وعند معظم الناس وإزاي نقدر نعالجه؟ النهارده هنجاوب على حضراتكم على السؤال ده. نزيف اللثة هو عبارة عن التهاب للثة بينتج عنه تكون طبقات جيرية ما بين اللثة وما بين السن. فبمجرد ان البني ادم او الشخص يبتدي يغسل سنانه او يبتدي ياكل اكل يتعلق ما بين السن وما بين اللثه يحصل النزيف ده. خلينا نقول ان النزيف ده بيستمر لفتره طويله طول ما احنا ما رحناش لطبيب الاسنان وقدرنا نعالجه عن طريق تنظيف الجير وعلاج اللثه. وبعد كده خطوات ثانيه تتم في البيت اللي هي محافظه الفم او بروتوكول الحفاظ على الفم، ده عن طريق الفرشه والمعجون وكمان الخيط الطبي. الخيط الطبي ليه اهميه كبيره جدا. عمليات تنظيف الجير او علاج اللثه دي لازم تكون مستمره بصفه دايمه حتى لو مفيش نزيف، من خلال من 3 اشهر ل 4 اشهر، كل 3 اشهر 4 اشهر لازم نزور طبيب الاسنان علشان نعملها، وبكده نقدر نحافظ على اسناننا وعلى اللثه. شكرا ومستنيين في مواضيع جديده مع كلينيك.